حكايتنا النهاردة بتحكي عن البيضة اللي كان جواها الكتكوت كتكوت. الكتكوت كتكوت أول ما طلع من البيضة وفتح عينه راح لقى مامته الفرخة قاعدة على البيض التاني بتاع اخواته، ولقى كمان الديك بيقول كوكو كوكو. والديك كان بيقول أنا كل يوم كل ما شمس جديدة بتطلع بقول كوكو كوكو، ما بين كل شمس وشمس يوم جديد يا كتكوت كتكوت. الكتكوت كتكوت قال له بجد؟ قال له بس المهم اليوم الحلو. قال له اليوم الحلو؟ ايه اليوم الحلو ده؟ انا مش عارف. وفي يوم الكتكوت كتكوت عشان ما كانش عارف يمشي قدر ان هو يمشي وكان مبسوط خالص، وقال للديك اكيد هو ده يا ديك اليوم الحلو. قال له الديك لا يا كتكوت كتكوت، لسه في يوم احلى. راح قال يوم احلى من ان انا اقدر اقف وامشي على رجليا؟ مش عارف. وفي يوم الكتكوت كتكوت قدر ان هو يجري بسرعة ويتنطط ويفرح ويزقطط، وقال اكيد هو ده اليوم الحلو. بس الديك قال له اصبر يا كتكوت كتكوت، لسه مش هو ده برضو اليوم الحلو. وفي يوم الكتكوت كتكوت بقى يقدر ان هو يمشي ويجري ويلعب ويتنطط ويزقطط وكمان يجمع الاكل بتاعه بنفسه، وقال للديك اكيد هو ده بقى اليوم الحلو يا ديك. قال له ما انا قلتلك يا كتكوت كتكوت اصبر، مش هو ده برضو لسه اليوم الحلو. وبعدين يا صحابي الكتكوت كتكوت جه يبص على مامته، لقى مامته قاعدة على البيت وتعبانة ومش بتاكل عشان هي مش هينفع تقوم تجيب لنفسها أكل. فيا صحابي الكتكوت كتكوت قال ايه، انا ممكن اجيب لماما في بقي، امسك ببقي كده حباية قمح واديها لها عشان تاكل. راح يا صحابي الكتكوت كتكوت جاب لمامته قمحية، ومامته اتبسطت خالص وكانت مبسوطة وهو كمان كان مبسوط. وهنا يا صحابي الديك قال له هو ده اليوم الحلو اللي فيه الابن يخدم مامته وباباه ويساعدهم، او كمان نخدم بلدنا مصر ونحبها ونحافظ عليها. لو عجبتكم يا صحابي القصة ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة وتدخلوا على قناة يوميات جوجو عشان ما يفوتكمش قصص كتيرة حلوة. يلا انا مستنياكم، ادخلوا. باي.